النهارده بقى انا هرد على الست، مش اللي بتقول باخد واحده فرفوشه زي المره اللي فاتت، لا، انا هرد على الست اللي بتقول لو انت غضبت مراتك ومراتك سابت لك العيال في البيت ما تدخلهاش تاني ولا تبقى على ذمتك تاني، وخلاص انت كده طلعها بره حياتك. خلاص انت دي سابت لك العيال ومشت. ثانيه واحده بس، اسمعي الكلمتين دول للاخر. انت بتقولي له خلاص طلعها بره حياتك عشان سابت له العيال. طيب انا هرد عليكي، هو دلوقتي الست بتسيب عيالها لجوزها وتمشي ليه؟ اكيد انت مش عارفه. قله اصل منها، مش حابه عيالها وحابه ترميهم، يبقى ما تعرفيش حاجه. يبقى انت ما تعرفيش حاجه، اتكلمتي وخلاص. سيبها وطلقها، واوعى ترجع لها ولا تتسمى لك واحده تاني عشان خاطر سابت عيالها. انت عارفه هي سابت عيالها ليه؟ عشان هي قليله الحيله. انت عارفه هي قليله الحيله، هي مش عارفه تعمل ايه. هي عارفه اللي هي لو سابتهم له ممكن يروح لها عند مامتها كده ويخلي عندها كرامه ويرجعها عشان خاطر العيال اللي قاعده في البيت. عرفتي هي سايبه العيال ليه؟ انت بتتكلمي وبتقولي ما ترجعهاش تاني. هي مش سايباهم عشان هي جبروت، هي سايباهم عشان هي قليله الحيله، والعيال اللي هترجعها هتسيب له عياله مش هيقدر على خدمتهم، فيا عيني هيروح يجيبها. تحس مرة واحدة بالكذب مش بالحقيقة ان في واحد راح كده وقدرها كده وجابها من عند والدتها. هي مجرد الاحساس ده هي عايزة تحسه اللي انتي ما تعرفيهوش.